بص يا صديقي، خليك معايا. بص ركز كده، انا اكبر لك ازوم لك اهو. السمك بين معاك اهو على قلب السد. شايف الدماغ النقر السودا دي؟ ده سمك معوم اهو. هتصحى الصبح تلاقي المنظر ده اهو في قلب السده من جوه اهو. السمك معوم اهو على حرف السد اهو. السلام عليكم اخواتنا وحبايبنا ومحبين هوايه الصيد في كل مكان. النهارده يوم جديد من صيد البلطي العايم. هقول لك على حاجات كتير النهارده في الفيديو ده وانا شغال، عشان الناس ما بتحبش الشرح. في مشاكل كتير بتقابلك في صيد البلطي العايم، زي مثلا وانت بترمي بتلاقي الفله بتاعتك او الوش اللي انت عامله كل ما ترمي جوه تلاقي الطعميه ركبت على الفله او اتكعبلت على الفله، ما بتنزلش الميه فمش هتاكل طبعا. طيب حلها ايه؟ هقولها لك واحنا بنصطاد برضو عشان ما اطولش عليك، ناس تحبش المقدمه الطويله. هقول لك واحنا بنصطاد في الفيديو ازاي وانت بترمي، او حل مشكله الطعميه لما تركب معاك على الفله. وبرضو الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيبقى فيديو عن القرموط، او هنشتغل على القرموط في الدرع اللي هي المبطنه، وهنشتغل بيه بالعجينه. هقول لك تشتغل عليه ازاي بالعجينه وطريقه شغله ازاي. يعني هشرح لك في الفيديو ده كل الشغل حاجه عن القرموط، واحنا قاعدين برضو على القرموط بنصطاد. يعني انا طلعت عليه وخدت قراميط، بس اللي انا ما صورتش وما كنتش واخد تليفون معايا، ما حبيتش اصور، كنت طلعت اجرب بس بالعجينه كده اشوف هيخش عليها ولا لا. الحمد لله دخل وشغال بالعجينه كويس. طيب وانا النهارده برضو وانا شغال هوريك الرميه ترمي فين. يعني هوري لك السده، اصور لك السده واقول لك السده ترمي عليها ازاي وفين و... وهجيب لك كمان التطعيمه نفسها. التطعيمه الطعم الطعميه بتاعتك تدخلها على الشعر ازاي وتطلعها. بص التفاصيل الصغيره اللي انت بتستخدم بيها دي هي دي اللي تخليك تاخد سمك. ليك اسف استفسار عن اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات وانا هرد عليك ان شاء الله. اتفضل يا عم سمير. يلا نبتدي الفيديو ونشوف ربنا يرزقنا بيه. اللهم صل على النبي. انا مش كده فرق كده على بقى بعيد عن الحوش. اللهم صل اهو. معلش بقى كانت جايه من السده اللي على اليمين، يعني اهي ما رابتش الناحيه دي قدام مني هنا على الحوش. ليه؟ ده مش هياكل المعوم، ده مش هياكل اهو. خليك معايا بقى ثانيه واحده اوريك التطعيمه برضو ازاي. الحاجات اللي انت بتستهتر بيها دي اللي بتخليك تجيب سمك او ما تجيبش سمك. خليك معايا. بص يا صاحبي، انا مطعم التطعيمه الاولانيه اهي اهي باين معاك. شوف السن عامل فين. طبعا انت مش هتسيب السن عريان، انا بوريك الطعميه طالعه فين. الطعميه طالعه فين اهي على الشعر قد ايه. بتنزلها انت شويه كده اهي. يعني دي مش هنرميها، المفروض ان دي مش هنرميها اهي. بتدككها تاني، بس الطعميه دي رفيعه سنه فايه قرفانه اهي. اللي انا دريت السن من تحت اهي. تيجي تعدل السن بتاعك بقى اهي. ثانية واحدة عشان مش مالك. دي طعماية اتاكلت وانا عدلتها اهي. بصوا الطعماية عاملة ازاي. الطعماية بتبقى كده. يلا يا باشا. بص يا صديقي، خليك معايا. بص ركز كده، انا اكبر لك ازوم لك اهو. السمك بين معاك اهو على قلب السد. شايف الدماغ النقر السودا دي؟ ده سمك معوم اهو. هتصحى الصبح تلاقي المنظر ده اهو في قلب السده من جوه اهو. السمك معوم اهو على حرف السد اهو. ده تيجي تصطاد ما ترميش على ده مش هياكل دلوقتي، ده مخنوق من الاكسجين. وريتهولك اهو. طب انا هرمي فين؟ بص كبر لك شويه. يعني ده مش باين اهو، او واحده في النص اهي او اتنين اهم. يعني لو ركزت في الصوره هتلاقيها. بص اهي ارمي جوه عند السده، عند الموجه الملمعه دي. مش هيبان معاك التليفون قوي. شايف السده في النص اهي، قدامها جنبها شمال يمين ارمي عندها. لكن هتيجي ترمي على ده، ما ترميش على ده. ده مش هياكل، ده ما بياكلش، ده مخنوق من الاكسجين. ماشي يا صاحبي.
يلا يا معلم، انت جاي والسمكه طالعه تقعد ترن. ورحمة الله وبركاته. ده شغال اهو. ركز بقى معايا يا صاحبي عشان اوريك اللي بيسأل على الرميه بترمي فين. بص بقى في نص الشاشه بالظبط عند راس السده كده. بص الرميه، ركز معايا. بانت معاك العمود وهي ورا العمود اهي، تمام كده. ده الرميه اهو. معرفش بقى الفله اكيد مش هتبان معاك، هي السده اللي في النص وهي ورا العمود بالظبط قدام السده. بالنسبه للفله دلوقتي بتيجي ترمي بتلاقي الخيط بتاعك الوش اللي انت عامله تحت شبك في الفله، ركب على الفله من فوق. طيب دي حلها ايه؟ عشان لما بتيجي تصطاد بتيجي تعمل تلاقي الخيط راكب لك هنا ولف بعد ما بترمي. بتيجي ترمي ديت عشان انت بتبقى بتتعزم قوي في الرميه وعايز ترمي جوه. ده حلها بقى يا معلم، بتقوم مقصر الوش بتاعك من تحت الرصاص، تخلي الوش بتاعك يا دوبك 20 سم، ما تطولوش. كل ما تطول من بين الرصاص، استنى بقى اصغر لك كده، كل ما تطول المسافه اللي بين الرصاص والوش تشبك منك، اللي هو الوش ده تخليه يا دوبك 20 سم. ده حل المشكله بتاعت لما ترمي ما تركبلكش هنا طعميه، ما تركبلكش هنا على الفله هنا وما تنزلش الميه. تعالى بقى لا ما بقولكش انت، انا بقول الظاهر مش طالع معانا. يطلع يا سمسم ولا بريبر. بريء اهي. تشتغل بريء والعايم تتمتع. خليك معايا اوريك الرميه لما الهواء بيقوم بترمي فين وبترمي ازاي. سلك بس دي الاول اوريك. بص يا باشا، دلوقتي يعني مفيش هواء قوي. شايف السده اللي في النص دي اهي، هترمي على الجنب ده كده زي ما قدام محط كده من الناحيه دي، تسيبها تخش منك سنه سنه على السد، او السده التانيه دي اهي ترمي قبلها تسيبها تخش على السد. لما يبقى الجو مموج زي كده والسمكه مش عايمه، الجو مموج ازاي اهي، سده زي دي ارمي عليها. طول ما الجو هوا السمكه ما بتسرحش، مش زي الصبح هتبقى السمكه عماله منتشره في الميه. ارمي كده يا حاج، ارمي. شوف الرميه فين اهي، على السده دي كده، جت جوه شويه معاك تمام. طبعا الفله عمرها ما هتبان حتى لو زومت لك عليها، لا مش باينه، ده حاجه بسيطه خالص. دي مسافه يا جماعه، دي مثلا حوالي 40 متر. خلاص يا جماعه هنختم الفيديو بتاع النهارده على كده، وبارك الله في مرزة. ليك استفسار عن اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات، وزي ما قلت لك التفاصيل الصغيره ديت هي اللي بتفرق. ارمي يا باشا، هي اللي بتفرق معاك من واحد بياخد سمك واحد ما بياخدش سمك. الحاجات التفاصيل الرفيعه اللي في ناس تقول لك ما بتفرقش معاها ولا الكلام ده، لا التفاصيل الصغيره ديت هي اللي بتخليك تاخد سمك. ليك استفسار في الكومنتات، انا النهارده قلت لك معلومات كتير في الفيديو ده وانا بصطاد. ليك استفسار عن اي حاجه اكتبها لي في الكومنتات. يلا نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.